السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب يكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. معانا وصفة تجنن، وصفة بيتي مضمونة 100%. بجد وصفة حلوة قوي. معانا الزبادي البيتي. بجد لو أول مرة هتعمليه أو مبتدئة أو لسه ما عملتيهوش قبل كده خالص، من أول مرة إن شاء الله هينجح معاكي. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ يعني كان رهيب بجد وطعمه حلو قوي. طعمه جميل ومضمون وعارفة بتعملي إيه في البيت، ومش اقتصادي أوي، لإن ما فيش حاجة رخيصة دلوقتي زي ما إحنا عارفين طبعًا، بس حلو أوي متماسك زي ما إحنا شايفين كده. يعني أنا حاولت إن أنا أعمل لها شقلباظ يعني، زي ما أنتم شايفين عاملة إزاي ما شاء الله اللهم بارك. من أول مرّة هتنجح معاكِ، وبطريقة زمان، بطريقة جدتنا و وأمهاتنا. زمان كان ما فيش طبعًا المَكَن بتاع اللي هي العلبة، يعني المكنة بتاعة الزبادي دي، الآلة بتاعة الزبادي، فبجد هتبقى رهيبة معاكم إن شاء الله. معانا اللتر بيعمل 8 كوبايات، تمام كده، 8 حلوين زي ما أنتم شُفتوهم كده. هنجيب لتر لبن مغلي وفاتر جدًا، اللي هو أنا صُباعي يستحمله، أعد لغاية 10 كده، صُباعي يستحمل السخونية بتاعته، هو مش سخن، هيبقى دافي، يعني اللي هو فاتر جدًا، أبقى مستحملاه. كده الوصفة هتنجح معانا من أول مرّة، تمام كده؟ مش هتتلخبط منكم ولا تعمل أي مشكلة ولا أي حاجة خالص. باشيل أنا الوش بتاع اللبن بعد ما هدي شوية، باخد الوش بتاع اللبن باحطه في الحاجة اللي أنا هاضرب فيها، سواء خلاط أو hand blender، الحاجة اللي عندكم اللي هتضربوا فيها، تمام. باخد بقى عندي كوباية الزبادي دي كبيرة، هتعمل لي 2 لتر لبن أو 2 ونص، يعني على حسب الكمية اللي أنتم بتعملوها، بس أنا حبيت آخد معلقة كبيرة كده منها، أقل من نصها بشوية، وشوية لبن عليهم. وبعد كده هاضربهم بالهاند بلندر. علشان إيه؟ علشان ما اخلّيش في حبيبات داخل الزبادي بتاعتي. دي نُص معلقة سكر، اللي حابب يضيفها يضيفها، مش حابب خلاص زي ما أنتم عايزين. بس أنا يعني الولاد ساعات بيقولوا لي في مزازة مثلًا بتبقى في اللبن أو في الزبادي نفسها، فأنا بامنعها وباضبّط الطعم بتاعها، ما بتبقاش مسكّرة خالص ومش باين فيها سكر أصلًا. باضربها كويس زي ما إحنا شايفين، بتبقى creamy خالص وناعمة جدًا، أروح ضايفاها للبن بتاعي. أنا ما باخدش اللبن كله، باخد شوية بس كده علشان يتضربوا كويس بس في الخليط بتاع الزبادي بتاعي. بعد كده عندنا الكوبايات، عندنا الطواجن، أي حاجة عندكم تحطوا فيها الزبادي، علب على قد الزبادي، يعني المتاح عندكم براحتكم خالص، تمام. أنا عندي العلب اللي إحنا شايفينها دي وكنت بادوّر عليها بقى لي فترة، يعني كنت باعمل في كوبايات، بس دي بتبقى زي كوباية الزبادي اللي برّه، وبجد بتبقى حلوة أوي وما شاء الله بتبقى كبيرة. يعني إحنا لمّا نشوفها دلوقتي، بُصّوا أنا دلدقت إزاي الحاجة الخليط بتاع الزبادي لازم يتحط في حاجة ببوز، فناخد بالنا بس من النقطة دي. بس كده، رُحت حاطة بقى الزبادي بتاعتي، خليط الزبادي كلّه في الكوبايات بتاعتي، وهاجيب مَيّة مغلية من الكاتل أو على البوتاجاز، وهاحط قبل نُص الكوبايات اللي قدّامي أيًا كان اللي محطوطة في الصينية بتاعتي، المَيّة السخنة، يعني ما نخلّيهاش كتيرة أوي، تمام، زي ما إحنا شايفين كده أهو. أنا بقى الكوبايات الصغننة اللي عاملة زي الطواجن دي ليها غطيان، اللي هي بتاعة الزبادي أصلًا، و هاحاول إن أنا أغطّيها، مش حابين تغطّوها، هي ممكن ما تتغطّاش أصلًا، بس أنا غطّيتها بالمرّة، ويُستحسن ما تغطّوهاش عشان ما تعرقش وتعمل بخار مَيّة، زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو. فبس أنا حبيت إن أنا أغطّيها عشان يعني كل كوباية كده مع متغطّية ومحكومة الغلق وكده يعني. وفي كوبايتين الزيادة دول اللي هم اللي من غير غطيان أصلًا، هيفضلوا كده وبرضه نفس النتيجة، يعني ما تقلقوش، هي نتيجة واحدة ما بتأثّرش يعني. هاجيب فوطة بقى عندي وأحطها على الزبادي بتاعتي، ويكون عندي فرن سخن ساخن، يعني أكون مشغّلاه شوية وقفلته، اللي هو دافي، دافي حلو يعني، بيقعدوا من 5 ل6 ساعات. أنا الزبادي قعدت معايا ما يقارب 5 ساعات، لإن أنا حطيته كانت الساعة 07:00، يعني طلّعته في حدود الساعة 11:00، 11:00 ممكن 11:30 عادي يعني ما فيش مشكلة. ده أول ما هي طلعت من الفرن، يعني اللي هي هديت وكده، اللي هي البخار بقى وزي نظام الحضانة كده يعني، فطلّعتها فكان في بخار مَيّة زي ما إحنا شايفين.
ده بيبقى موجود، ده طبيعي خالص من البخار طبعًا بتاع المَيّة السخنة اللي أنا اتحطت المغلية، والفرن اللي كان ساخن مسبقًا يعني، تمام؟ بس كده، هاحطها بقى في التلاجة شوية، ساعتين 3 كده، وتعالوا بقى نشوف القوام بتاعها وهي عاملة إزاي، بجد تحفة وتجنن زي ما إحنا شايفين بُصّوا، والزبداية أصلًا يعني تحفة، تحفة بجد وطعمها كان خطير، طعمها حلو أوي، ده هنا ما قعدتش كمان كتير في التلاجة، يعني إحنا هنسيبها بقى يعني شوية حلوين، ده كده ساعتين 3 بس اللي قعدت في التلاجة يعني، ف كانت برضه ما شاء الله زي ما إحنا شايفين متماسكة إزاي، والدنيا معاها لطيفة خالص وسهلة أوي. شايفين نقطة المَيّة اللي هي موجودة دي برضه من البخار يعني، فده طبيعي ما فيش مشكلة ما تقلقوش يعني. بس كده، زي ما إحنا شايفين يعني الولاد كلوها وأكنها يعني مش برّه لأ، ده أحسن من برّه كمان. جربوها وبجد هتدعوا لي. والكوبايات اللي ما كانش ليها غطا أنا باحط عليها plastic wrap كده عشان تبقى في التلاجة ما تعملش ريحة حاجة يعني أكل والّا حاجة في التلاجة، تبقى كوباية زي برّه وتعمل لي وِش كده لطيف ومكرمش، تمام كده؟ أتمنى تكون وصفة لطيفة وخفيفة وظريفة وهتجربوها وهتدعوا لي بجد، زبادي حلو أوي وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، ولو عجبتكم يا حلوين ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين.